كتير من الناس بيحسوا بلسعة كهربائية مفاجئة وقت مصافحة شخص أو لمس مقبض باب أو أي سطح معدني، والإحساس ده بيكون غريب ومزعج. لكن في الحقيقة اللي بيحصل ده غالباً أمر طبيعي جداً، وبيعرف باسم الكهرباء الاستاتيكية. الكهرباء الاستاتيكية بتنتج عن تراكم شحنات كهربائية صغيرة على جسم الإنسان بسبب الاحتكاك، زي احتكاك الملابس بالجسم أو المشي على السجاد أو التعامل مع أسطح معدنية، خصوصاً في وجود هواء جاف. الشحنات دي بتفضل متراكمة لحد ما نلمس شخص أو جسم موصل للكهرباء، وساعتها بتتفرغ فجأة فنحس باللسعة السريعة. في أغلب الحالات اللسعات دي غير خطيرة ومش بتحتاج قلق، لكنها ممكن تزيد في أوقات معينة زي فصل الشتاء أو عند بعض الأشخاص أكثر من غيرهم. في عوامل بتزود الإحساس بالكهرباء، من أهمها ارتداء الملابس الصوفية أو المصنوعة من الألياف الصناعية زي النايلون والبوليستر، لأنها بتساعد على توليد الشحنات. كمان انخفاض الرطوبة في الجو بيسهل تراكم الكهرباء ويخلي تفريغها أقوى. جفاف الجلد عامل مهم جدا، لأن الجلد الجاف بينقل الشحنات الكهربائية أسرع، وقلة شرب المياه مع الإكثار من الأطعمة المالحة ممكن يزودوا جفاف الجسم، وبالتالي يزيد الإحساس بالكهرباء. علشان نقلل اللسعات الكهربائية في خطوات بسيطة لكنها مؤثرة جدا. أولاً، نحاول نختار ملابس قطنية ونقلل قدر الإمكان من الأقمشة الصناعية والصوفية. الملابس الداخلية والجوارب القطنية بتقلل الاحتكاك وتراكم الشحنات. شرب كميات كافية من المياه يومياً بيحافظ على ترطيب الجسم ويقلل جفاف الجلد. استخدام الكريمات المرطبة خصوصاً بعد الاستحمام بيساعد على تقليل الكهرباء الاستاتيكية. وأخيراً، الأحذية الجلدية أفضل من البلاستيكية أو المطاطية، لأنها بتقلل احتجاز الشحنات. في النهاية، اللسعات الكهربائية ظاهرة شائعة وبسيطة، وغالباً مش بتدل على مشكلة صحية، ومع شوية انتباه لعاداتنا اليومية نقدر نقللها ونعيش يومنا براحة أكتر. ما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا كل يوم.